السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى ايه؟ انا هعمل لكم طريقه صينيه فراخ سهله جدا جدا وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسه خالص. صينيه الفراخ دي طبعا يعني الوصفه دي تنفع معاكي في رمضان. طبعا رمضان خلاص الاسبوع الجاي ان شاء الله. ربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعا يا رب. فيلا بقى بينا حبايبي، نبدأ مع بعض. انا معايا الفراخ، معايا فراخ النهارده ومعايا الخضار اللي انا هحطه في صينيه الفراخ. بصل وطماطم وفلفل رومي وفلفل اللي هو الحراق ده، ماشي. ومعايا بقى مجموعه بقى من البهارات، وانا بحطها طبعا ايه، هقول لكم يعني عليها. بصوا يعني هي يعني البهارات دي شامله ملح، عود قرفه، بابريكا اللي هي المدخنه، كاري، بهارات فراخ، كمون، فلفل اسود، ماشي. فيلا بقى بينا عشان ما نرغيش كتير. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هجيب الكبه عشان طبعا هضرب فيها الايه الخضار بتاعي ده، ماشي. خليكم معايا. بصوا بعد ما جبت الكبه خلاص، هضرب ايه الخضار بتاعي كده. البصل طبعا اللي بيطبخ فراخ في الزمن ده عيب يعني، عارفه يعني سبحان الله يعني. ربك اللي بيرزق طبعا لازم ايه برضو عشان العيال وكده. فكل ما الواحد ربنا يعني بيرزقه، كل ما الواحد يقول يا رب، ربنا ما بينساش حد، الحمد لله يعني. خلاص الفلفل اهو، ماشي. وده اهو، والطماطمية برضو هنبدأ بقى ايه ننزل بيها، ماشي. هضرب بقى الايه الخضار كله اللي انا حطيته ده. بصوا اهو الخضار ده كله انا هضربه مع بعض، ماشي. بصوا الخضار ده اللي احنا حطيناه مش هنفرمه لدرجه اللي هو يبقى سايل، لا، هنديه بس ايه كده يتقطع بس كده في الكبه، فاهمين؟ قلت بدل ما اقطع يعني على ايديا ايه، نعمله في الكبه كده سريع سريع عشان ايه نجهز يعني. بصوا انا ايه، طبعا الفراخ طبعا انتوا عارفين تنظيفها يعني سهل وبسيط يعني. انا ايه الاول بنقعها في ميه وخل وليمون وملح، وبعد كده بشطفها طبعا من اللي انا عملته فيه دوت، وشويه دقيق بقى كده تروحي ايه دعكاها كده بالدقيق عشان تبقى ايه زي الفل زي ما انت شايفه كده. خلاص هنجيب بس السكينه بس ايه ننغزها بس كده عشان ايه لازم عودي نفسك الفراخ ايه تديها نغزه كده. خلاص هتجيبي بقى الخضار كله اللي انت عملتيه اللي احنا عملناه اهو، بصوا اهو، ماشي. هنزل بيه بقى كده، ماشي. كل الايه الخضره اللي احنا عملناها دي خلاص اهي كده، ماشي. هنعمل ايه بقى؟ ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا دي اللي هي بقى الملح والفلفل والكمون والبابريكا المدخنه والكاري وبهارات فراخ وعود القرفه. هننزل بيه كده، ماشي. ده اللي هو الصويا صوص اهو، بيدي برضو طعم حلو قوي، ماشي. خلاص ماشي فيكي الله يرحمك، خلصت.
وده اللي هو دبس الرمان. يلا يا بابا، يلا يا بابا نزل. هينزل متقلقش. ثواني بس عشان ايه. ماشي اهي كده الفراخ. الاول كده ايه البهارات بقى دي كده اهي. ادعكي بقى ايه بيها الفرخه كده. ماشي. بحب بقى ايه انا احط بين الفراخ كده وبين الجلد هنا، بيدي برضو طعم وتست حلو قوي. ماشي. ماشي هننزل بقى ايه معلقه صلصه صغيره خالص. ماشي يعني بصوا ادي واحد ادي اتنين. خلاص. ونجيب زبده بقى سمنه اي حاجه عندك. ماشي. بصوا شايفين دي اهي شكلها كده. ماشي. هتجيبي كوبايه ميه كده ايه وتنزلي بيها. بس كده اهي. هنولع بقى عليها على النار، واول ما تستوي باذن الله هوريها لكم. طريقه بقى ايه سهله وسريعه كده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. طريقه فراخ حلوه جدا جدا، وكمان هتنفع معاكي في رمضان. فهتولع بقى عليها على النار واوريها لكم بقى ان شاء الله في نهايه الفيديو. بصوا حبايبي الفراخ اهي بعد ما ايه ما طلعت من يعني سويتها على البوتاجاز، وبعد كده فتحت عليها الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. يا رب ان شاء الله يكون كده الطريقه عجبتكم. جربوها باذن الله. وبصوا بقى الخضار اللي احنا كنا الطماطم والحاجات اللي احنا فرمناها، بصوا بقى شكلها جميل جدا. هتعمل معاكي كده ايه بتتاكل كده مع الفراخ، بتبقى طعمها حلو جدا. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.